السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات يا رب. هعمل معاكم النهاردة وليمة بمعنى الكلمة، بنص فرخة بس، حاجة كده عسل. حرفيا كده هتتجننوا لما تشوفوا الأكلة دي من جمالها، والاقتصادية بتاعتها حاجة كده جميلة جدا. بنص فرخة بس. هعمل معاكم صينية فراخ متحمرة وصينية بطاطس وشوية رز كده عسل. هيكفي بيتك وهيكفي عيلتك هتعجبك جدا بصراحة. بصوا هنا الفراخ عاملة ازاي، ما شاء الله عليها. سايحة كده وجميلة وحاجة كده عسل. هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا حطيت معلقة سمنة بلدي كده أو معلقة زيت في الحلة، وهنزل عليها كده بنص فرخة متقطعة، هعمل لها هديها صدمة. واحط هنا الفراخ. حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا، يعني من نص فرخة. مش حاجة كتير ولا حاجة، هتقدري تعملي أكلة جميلة وأكلة مغذية وحاجة كده عسل ما شاء الله، وتكفي بها يومك ويعدي خلاص. هنزل كده بمعلقة فلفل أسمر ومعلقة بهارات ومعلقة ملح أبيض وشعرة سكر صغيرة وبصلاية قطع. هنزل عليهم هنا كده برتل مية مغلي أو ماء من الحنفية عادي لو عايزة. وهقلب المكونات دي كده مع بعض لحد ما الفراخ تغلي، وابدا اهدي النار عليها خالص. انا عايزه اسويها هنا 3/4 سوا، مش هسويها خالص. وبعد كده هنكمل سواها، هقول لكم في اخر الفيديو هنعمل فيها ايه. مش هنسويها خالص، هنطلعها قبل ما تستوي شويه. وعندي هنا 2 كيلو بطاطس، قشرتها وعملتها حلقات كده. ونزلت عليها هنا برتل طماطم انا عصراه في الخلاط. طبعا البطاطس محدش بيختلف عليها، الكل بيحبها، الكبير والصغير. واكلة جميلة جدا بصراحة، وحاجة عسل واقتصادية جدا. معلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح ابيض وشوية بهارات صغيرين. وعندي هنا بصلاية عملتها طرنشات وقرنين شطة خضراء ونص كوباية زيت. يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي انا يوميات تيتا، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو عجبكم الفيديو. هنزل هنا بحوالي كوبايتين مية على البطاطس. هقلبها هنا كده بحاجات بسيطة وهحطها على النار، ولما تغلي هبدأ اهدي النار عليها عشان البطاطس ما تتهريش. هنا كده بدأت تغلي، ههدي النار عليها. وبعد ما بتستوي بحطها تحت الشواية بس، وشها يتحمر وبتبقى خلاص كده جهزت. هنا عندي الفراخ انا سويتها 3/4 تسوية، مش هسويها قوي. هبدأ ان انا انشلها من الشوربة. وعندي هنا حوالي نص كوباية زيت، وهحط 4 كوبايات رز انا غسلاه هنا ومصفياه كويس. شوية رز بلدي عادي خالص، مفهومش كده اي افتكاسات خالص. وهيطلعوا معاكي في الاخر كده عسل ما شاء الله. مفيش اسهل من كده طبعا. والشوربة هنا بتاعت الفراخ انا صفيتها ونزلت بيها هنا على الرز، بدل ما بحط مية طالما عندي شوربة بحطها. هحط كده معلقة ونص صغيرين من الملح الابيض وهقلبهم كده وخلاص. لو اول مرة يبدأ الرز معايا كده بيغلي، اوطي النار عليه عشان ما يعني ايه ما يتحرقش، واسيبه يستوي على نار هادية. خلاص كده الرز خلص معايا. هنا الفراخ بعد ما طلعتها من الشوربة وصفتها، هنا سر اللون الخطير بتاع الفراخ في التحمير. معلقتين كاتشب، وعندي ربع معلقة فلفل اسمر وربع معلقة ملح ابيض، هقلبهم كده مع الكاتشب وهدهن بيهم الفراخ. بصراحة الريحة بتاعتهم واللون بيطلعوا من الفرن كأن دي فراخ بلاستيك مش فراخ حقيقية، من التحمير واللون بتاعهم حكاية بصراحة. هدخلهم الفرن من مدة 10 دقايق يكملوا السوا بتاعهم ويتحمروا من فوق ومن تحت. حاجة كده خطيرة والله. انا يعني لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم جدا.
الكاتشب هنا بيدي لون جميل جدا للفراخ او اي حاجة بتحبي تحمريها، بيديها لون جميل جدا وطعم رائع. خلاص كده عندي البطاطس اتحمرت. بصوا بعد ما طلعت من الفرن بقت عاملة ازاي، ما شاء الله سايحة كده جدا، عجمية والله، والريحة بتاعتها حكاية. وهنا بصوا الفراخ بعد ما طلعت شكلها عامل ازاي، الله اكبر ما شاء الله عليها وعلى جمالها. يعني عيالي مش مستنين ان انا اغرف لهم، بدهم ياكلوا هم واقفين. ما شاء الله كده حاجة عسل. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني، والسلام عليكم.